انزلي يا نجوم، يا تشيلسي يا نجوم، يا فرقه المليار. في حياتنا اليومية احنا بنتعامل مع عالم كله خطوط مستقيمة. بنحب العلاقات الواضحة اللي نقدر نفسرها من غير ما نفكر كتير. 1+1 بيساوي 2. مجهود اكتر يساوي نتيجة احسن، فلوس اكتر يساوي نجاح اكبر. وده منطق مريح لانه بيخلينا نحس ان الدنيا مفهومة والنجاح مسألة كم مش مسألة تعقيد. لكن المشكلة ان الدنيا والكورة خصوصا ما بتمشيش بالمنطق ده، ومع ذلك احنا بنصر نستخدمه ونستغرب ان النتيجة تطلع عكس اللي كنا متوقعينه. الست تقدر تخلف طفل في 9 شهور، اذا 9 ستات يقدروا يخلفوا طفل في شهر واحد. زي اللي شايف ان ساعة شغل جابت نتيجة في 24 ساعة شغل هتساوي نتيجة خارقة، مع ان في لحظة معينة الجسد بيقع والعقل بيقفل والنتيجة بتسوء بدل ما تتحسن. المغالطة دي اسمها مغالطة القياس الخطي، وهي ببساطة اننا نفترض ان زيادة السبب بنفس المقدار هيؤدي الى زيادة النتيجة بنفس المقدار، وده اي كلام. احنا كده ما فكرناش في حدود او في تشبع او تعقيد او علاقات غير مرئية بين العناصر. ودي مغالطة شائعة جدا في الكورة، لان الكورة من بره هي لعبة ارقام، لكن من جوه هي لعبة علاقات. ومن هنا لما تشيلسي صرفت مليار يورو في 3 سنين الناس كلها مشيت ورا الرقم وبنت توقعاتها عليه كأن الفلوس ده وعد ضمني بالبطولات. ومع كل ماتش مش كويس الغضب بيزيد، لان الجمهور عنده حاجه منطقيه في دماغه اتكسرت. انت صرفت كتير، ليه ما بتكسبش؟ خلينا نفهم المغالطه دي قبل ما نرميها على تشيلسي، علشان الفكره اكبر واعمق من نادي واحد. تخيل معايا انك بتطبخ وحطيت ملح زياده شويه، فالطبيعي ان الطعم يتحسن، لكن هتفضل تزود في ملح تزود في ملح، في لحظه الاكله كلها تبوظ، مع انك بتزود نفس الحاجه اللي حسنت الطعم من الاول. بس عند نقطه معينه الزياده دي بدل ما تنفع بتضر. لف المحشي صعب، نلفه بايه؟ بالكارتيلا ونجيب لهم محمد موسى يدوم كورس. نفس الفكره في الشغل، في الدراسه، وفي الكوره. في الاول لاعب كويس بيحسن الفريق، لاعب تاني بيحسنه اكتر، لكن عند نقطه معينه الفريق خلاص مش محتاج لعيبه تاني، هو محتاج اللعيبه اللي موجوده تفهم بعض. وهنا بقى المثال الاشهر اللي بيعبر عن الفكره دي بابسط شكل ممكن. الست تقدر تخلف طفل في 9 شهور، 9 ستات ما يقدروش يخلفوا طفل في شهر واحد. ومهما جمعت من الستات مش هتقدر تسرع العمليه دي، لان في عمليات ما ينفعش تتسرع، ما ينفعش تتقسم، ما ينفعش تتحسب بالكم. وفي عمليات كتير جوه الكوره من النوع ده. تشيلسي في اخر كام سنه تحول من نادي بنقيسه على ادائه في الملعب لنادي بنقيسه بفواتير الشراء. كل مره نفتح ترانسفير ماركت نلاقي اسم لاعب جديد، عقد اطول، فلوس اكتر، مشروع اكبر، لدرجه ان الرقم نفسه مليار يورو ده بقى بطل الحكايه. والناس بطبيعتها لما تشوف الرقم ده بتفقد صبرها، لان انت صارف الرقم ده مستني ايه تاني؟ الفريق اتبنى خلاص، الاعذار خلصت. لكن اللي الناس بتنساه ان الصرف الكتير في وقت قليل مش زي الصرف المتدرج، لانك بدل ما تبني بيتك طوبه طوبه انت جبت الطوب كله ورميته، مش عارف هتحط ايه فين. تشيلسي جاب مواهب كبيره جدا محدش يقدر ينكر، كايسيدو، انزو، مكونكو. بس السؤال مش مين احسن لاعب في دول، السؤال مين بيلعب مع مين، ومين دوره ايه، ومين هنكلمه لما الفريق يخسر، مين هيستحمل الضغط، ومين محتاج وقت. وهنا القياس الخطي بيضرب تاني، لان الجمهور شايف ما انت عندك الدكه طويله اهي، طب يبقى عندك حلول كتير. لكن الحقيقه ان كثره الحلول احيانا بتشل القرار، والمدرب اللي كل اسبوع بيغير بيبعت رساله ان مفيش ثقه، واللاعب اللي مش عارف هيلعب اساسي ولا لا عمره ما هيلعب باقصى طاقته. في لحظه ما ومع كل صفقه جديده يبدا احساس غريب يتسلل للجمهور، احساس بالاطمئنان، كأن الفريق بقى محمي، كأن الخطر اتشال، لان الدكه بقت طويله مليانه اسماء مليانه حلول جاهزه. وفي العقل الخطي البسيط ده معناه ان اي مشكله ليها حل على الدكه، واي اصابه ليها تعديل فوري، وكأن الماتش بقى معادله سهله، لاعب يطلع لاعب ينزل، النتيجه تتحسن او تفضل زي ما هي، بس المهم ان احنا تمام. لكن اللي بيحصل جوه الملعب مختلف تماما، لان اللعيب اللي نزل الملعب عارف ان وراه 2 أو 3 مستنيين مكانه، مش بيلعب بنفس الحريه، بيلعب وهو باصص وراه، خايف يغلط، خايف يجرب، خايف يخسر الكوره فيختار الحل الامن، التمريره القصيره، التمريره البسيطه، العب لورا. ومع كل دقيقه بتمر الشجاعه بتقل والجرأه بتختفي، والفريق اللي المفروض يبقى مليان حلول بيلاقي نفسه بيلعب على حل واحد بس هو الحل الاقل مخاطره. وفي نفس الوقت اللعيب اللي بيبقى على الدكه ده مش دايما بيبقى جاهز زي ما الناس فاكره، لانه مش عارف امتى دوره هيجي، ولا امتى هيتسحب، ولا هو داخل عشان ينقذ الماتش، ولا هو مجرد تجربه جديده. وده بيخلي مشاركته دايما متوتره، مش مبنيه على احساس بالثقه، لكن على محاوله لاثبات النفس في وقت قصير. وده غالبا بيطلع في صوره قرارات متسرعه، او لعب فردي زياده، او توتر بتلاحظه في ابسط اللمسات. وهنا المدرب نفسه بيدخل في دوامه، لان كثره التغييرات اللي المفروض تبقى نعمه بتتحول
بتتحول لنقمه. كل ماتش فيه تشكيل جديد، وكل تغيير معناه رساله غير مقصوده ان مفيش حل ثابت، واي حد ممكن يتشال في اي لحظه. مع الوقت الفريق كله يحس ان الارض مش ثابته تحت رجليه، ومفيش حد عارف هو فين في المنظومه. الدكه الطويله كمان بتكسر حاجه مهمه في اي فريق كوره، وهي التسلسل الطبيعي. المفروض يبقى فيه لاعب اساسي، لاعب دكه، لاعب بيتعلم. لكن لما كل الناس تبقى في نفس المستوى الاسمي، نفس السعر، نفس الدقيق الاعلامي، نفس الهوبا اللالا، الناس كلها بقت تهد، امال مين اللي هينضرب؟ الادوار بتضيع والاحترام الهرمي بيختفي، ومكانه بيجي صراع صامت. مش صراع معلن، لكنه صراع نظرات، احساس، يعني حاجه كده عشان اثبت ان انا اللي استحق. والجمهور شايف ده من بره بشكل مختلف، شايف دكه طويله معناها ان الاعذار خلصت، واي خساره هتبقى فضيحه، واي لاعب مش في مستواه يتهاجم فورا. ايه، ما في غيره. وده ضغط اضافي بيتحط على الفريق، ضغط نابع من فكره عندك بدايل كتير يبقى مفيش مبرر للفشل. لكن الحقيقه ان الفرق الكبيره عمرها ما كانت بتتبني على كثره البدايل، بتتبني على وضوح الادوار، وان كل لاعب عارف امتى يلعب وامتى يستنى، عارف امتى يبقى نجم وامتى يبقى جندي. والدكه كانت دعم مش تهديد، امان مش قلق. تشيلسي بقى مثال واضح للوهم ده، لان الدكه الطويله ما خلتش الفريق اقوى نفسيا، خلته اكثر هشاشه، لان كل ماتش بقى اختبار جديد، وكل تشكيله بقت تجربه، وكل لعيب بقى مشروع سؤال مش جزء من اجابه. وفي اللحظه اللي الناس كانت مستنيه فيها العدد الكبير يسهل الفوز، العدد نفسه كان بيعقد كل حاجه، لان الفريق مش مطمن. واللي مش فاهم نفسه مهما كان عنده اسماء عمره ما هيحس ان الفوز حاجه طبيعيه، هيبقى مجهود مضاعف، كأن الكوره بتقاومه بدل ما تمشي معاه. وده يمكن يكون اهم درس في الحكايه كلها، ان الدكه الطويله مش ضمان، وان الامان الحقيقي مش في العدد لكن في الاستقرار. والفريق اللي فاهم نفسه حتى لو بدكه صغيره غالبا هيبقى اقوى واخطر وقادر اكتر ان هو يكسب اكتر من فريق مليان اسامي قد كده بس مش عارف هو مين. في البرمجه في قانون مشهور اسمه قانون بروكس، بيقول ان اضافه ناس اكتر لمشروع متاخر بيأخره اكتر، لانك بدل ما بتسرع الشغل بتزود التواصل، الشرح، سوء الفهم. وده بالظبط اللي بيحصل مع تشيلسي بس في ارض الملعب. كل لاعب جديد محتاج يفهم لغه الفريق حتى لو بيتكلم نفس اللغه، محتاج يعرف امتى المدافع يطلع، امتى الوسط يغطي، امتى الجناح يدخل جوه، امتى المهاجم يثبت. والحاجات دي مش بتتكتب في كراسه، الحاجات دي بتكتسب من اللعب مع بعض. فلما تضيف لعيبه كتير في وقت قصير بدل ما الفريق يتماسك، بيبقى كانه لسه بيتعلم المشي كل شويه من الاول، ومع كل تغيير خطوه لقدام وخطوتين لورا. ناس كتير هتقول طب ما السيتي صرفت، ليفربول صرفت، ارسنال صرفت، اشمعنى تشيلسي؟ والاجابه هنا ان تشيلسي مش غلطان لوحده، بس تشيلسي مثال صارخ لان الصرف ضخم ومكثف، ولان القصه اتبعت للجمهور على انها مشروع جاهز مش لسه في مرحله تجربه. السيتي صرف بس حافظ على العمود الفقري بتاع الفرقه، ارسنال صرف بس صبر ولسه صابرين، ما اعرفش هيفضلوا صابرين لغايه امتى. تشيلسي صرف كتير وغير كتير، وهو ده الفرق. ريال مدريد في بدايه الالفينات كانت نسخه اقدم من نفس الفكره، فريق مليان نجوم كل مركز فيه اسم عالمي، لكن مفيش توازن لان التركيز على الاسامي مش على المنظومه، والنتيجه كانت فريق ممتع بس ما كانش دايما ناجح. وده يورينا ان المغالطه دي مش جديده، واكبر الانديه وقعت فيه وبتقع فيه علشان الاغراء دايما موجود. في النهايه تشيلسي لسه ما فشلش، وتشيلسي ما نجحش برضه، تشيلسي في النص. لكن اللي فشل فعلا هو فكره ان انت ممكن تقيس الكوره بخط مستقيم، ان الصرف هيساوي بطولات وان العدد هيساوي جوده. مغالطه القياس الخطي خلت الناس تستنى المستحيل. وقانون بروكس بيقول مش دايما الحل انك تزود، احيانا الحل انك تهدى، تثبت، تدي للوقت حقه. والسؤال الحقيقي مش جبت كام لاعب ولا صرفت قد ايه، السؤال الحقيقي امتى الفريق ده هيبقى فريق. السلام عليكم.